لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. هذا قول رجل لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له أبو بكر الصديق: معك يدخل لا معي. ويروح معك أنا. أبو بكر الصديق نفسه رضي الله عنه كان جالس والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، ورجل يسب أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق ساكت لا يرد عليه. تطاول ذاك الرجل فسكت أبو بكر الصديق. بعد فترة رد عليه، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ورحل. فلحقه أبو بكر الصديق: يا رسول الله، يسبني وأنا سكت مرة واثنين وعشرة، ثم لما رددت عليه رحلت. قال: يا أبا بكر، لما سكت عنه قيض الله ملكا من السماء يرد عنك، فلما رددت أنت حضر الشيطان، وأنا لا أجلس في مكان يحضر فيه الشيطان فرحلت. الملائكة ترد. رجل يقول لي خالد بن الوليد: فلان شتمك. خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فقال خالد: هذه صحيفته فليملأها بما يشاء. قالوا: صمت وقد خصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. دعهم.